مقال صدر في موقع بزنس نيوز بتاريخ 23 جانفي 2012 بعنوان Pourquoi نجيب الشابي a-t-il furieusement quitté la plénière du Bardo؟ لماذا غادر نجيب الشابي بغضب من المجلس؟ وبخصوص هالموضوع وغيرها من المواضيع الآنية بطبيعة الحال يحضر معنا اليوم في حديث الساعة السيد أحمد نجيب الشابي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي. مرحبا بك سيد أحمد وشكرا لك على قبول الدعوة. هذه المواضيع المتعلقة سيد أحمد نجيب الشابي مرحبا بك مرة أخرى. هل تعتبر والشيء هذا تكتب فيه عديد الوسائل الإعلام هالأيامات، هل تعتبر أنك رجل سياسي غاضب؟ لا، أنا أعتبر نفسي إنسان متمسك بالدور المنوط بالمجلس الوطني التأسيسي. هذه هي الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد التونسية، والقانون المؤقت لتنظيم السلطات يعطيها سلطة صياغة الدستور، ويعطيها سلطة مراقبة الحكومة، وسلطة إصدار القوانين اللي تكون ضرورية في المرحلة الانتقالية. وأول شرط هو أن يتم فيها الحوار. مع كل أسف الشيء اللي لاحظته في الثلاث شهور الماضية أن وقت ثمين ضاع في نقاشات فرعية جزئية، ولكن كل ما جاءت قضية هامة من نوع قانون المالية إلا وشفنا إرادة لاختزال دور المجلس الوطني التأسيسي في تسجيل مشيئة الحكومة. والقانون المالية وقع التصويت عليه في 24 ساعة فقط، وهذا ينجم هي تسجل في جينيس بوك على خاطر عمره لا صار في حتى بلاد وفي حتى عصر. كذلك وقت جينا نناقشوا في الدستور الحالي اللي هو القانون المؤقت لتنظيم السلطات استغرق 5 أيام ليل ونهار خدمنا عليه واستكثروها علينا. ولما جاء النقاش مع الحكومة وهو لأول مرة منذ 3 شهور والبلاد تغلي، يعتبروا أن دور النائب باش يتكلم بالثواني وبالدقائق في الوقت اللي ترفع لساعتين من أجل الكورة، ثم تلغى الحصة المسائية، ثم نعود من غدوة وتضيع الأوقات الثمينة خارج الحوار. أنا نشوف بأنه لا يمكن أن نعود إلى ما كنا عليه، مجلس تشريعي وتأسيسي يكون مجرد آلية لإكساء الصبغة الشرعية لإرادة الحكومة. هذا شيء كنا عايشين تحته وما عادش نجم نعيشه تحته، ولذلك أنا خرجت للاحتجاج. مش غضبت لأنه شفت أنه فما تعدي، لا فما تعدي على حقوقي، وأنا ما نقبلش تعدي على حقوقي، لكن قصدت الوقوف والخروج أمام الرأي العام حتى أقيم الحجة بأن حق النائب في التعبير وفي الحوار مع الحكومة حول أوضاع البلاد ما هوش مضمون. سيد أحمد نجيب الشابي، هل تعتبر أنه هو موضوع هيكلي وإلا أنه هو موضوع متاع تقسيم وقت في ظل النظام الداخلي وكهو كتلة تحصلت على 40 دقيقة، قسمة الوقت بين النواب كل واحد تقريبا كان 7 دقائق جزء، وأمام رئيس المجلس التأسيسي فما ورقة فيها 7 دقائق لفلان 7 دقائق لفلان 7 دقائق لفلان، وقت يوصل ل 7 دقائق يقول لك السيد أحمد نجيب الشابي ماهوش سوبر نائب، هو كما النواب الآخرين ياخذ 7 دقائق نتاعو وكهو. لا، لو كان جاء هكا الأمر ما كنتش نغضب، لأني أنا إنسان نقبل بتطبيق القانون. القانون والفصل اللي موجود في النظام الداخلي، وأعتقد الفصل 83 ممكن الرجوع إليه، يقول بأن الكتلة عندها حصة وهي تتصرف فيها، إلى تتجاوزها حتى إذا كان فما ناس منها مسجلين ما عادش يعطيهم الكلمة. احنا أعطونا 20 دقيقة فقط لمناقشة الحكومة، وإحنا 27 واحد. نحب نقول لكم اليوم تشكلت كتلة المعارضة الديمقراطية فيها حزب أفاق وحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي ونواب عن الحزب المغاربي وعن أحزاب أخرى، حركة الوطنيين الديمقراطيين وغيرها، وتشكلت في كتلة وسمات سي محمد الحامدي رئيس لهذه الكتلة. يبقى أنه احنا فضلنا باش ما نكلموا 27 واحد، الواحد ما ياخذش حتى 45 ثانية، قلنا فما 5 فقط باش يتكلم. سي أحمد إبراهيم كان أول المتكلمين خذ 5 دقائق، أنا ثاني المتكلمين، ناخذ الحصة اللي مقررينها فيما بيننا والبقية توزع حسب كل شخص شنو الموضوع اللي باش يتطرق له. أنا خذيت
النقاش العام، وبالتالي كنت في حاجة إلى أكثر من 7 دقائق، وهذا حقي. ما دام احنا نتصرفوا في 40 دقيقة، رئيس المجلس ما عندوش الحق باش يتدخل، ما ينجم يدخل إلا كان فات 40 دقيقة، ولو واحد ما تكلمش بالكل الله غالب عليه. هكا في جميع البرلمانات في العالم. أما أنه يتدخل باش يعطي 7 دقائق لكل واحد فهذا مش معقول. وسي أحمد إبراهيم خذا 5 دقائق فقط، فبالتالي كان عندي مجال على الأقل باش نضيف. واضحة الفكرة سيد أحمد نجيب الشابي، لكن في نفس الوقت قلت لك هل تعتبر أنه الموضوع هيكلي في أنه الناس لازمها تلقى الوقت في ظل مجلس تأسيسي، وحكيت على شرعيته وحكيت على ونعرف الكل ماذا ننتظر من هذا المجلس والإشارات اللي ننتظرها من هذا المجلس، ولا تعتبر له هي مشكلة نظام داخلي؟ أنا نعتبرها مسألة ثقافية. فما روح حزبية مسيطرة على المجلس الوطني التأسيسي في حركة النهضة، وفي عند حليفها خاصة رئيس المجلس الوطني التأسيسي. يعتبروا بأن الديمقراطية هي الأغلبية، وعمرها في العالم ما كانت الأغلبية هي الديمقراطية. الديمقراطية هي الأغلبية وحق الأفراد والأقليات. الأنظمة الفاشستية منتخبة انتخابات حرة أحيانا، ولكن الفاشستية متاعها تكون في مصادرة الحريات والحقوق متاع الأفراد ومتاع الأقليات. فبالتالي الديمقراطية للأغلبية ما تكون ديمقراطية إلا إذا كانت متزامنة مع حرية التعبير واحترام دور النائب. فبالتالي فما مسألة ثقافية، فما نظرة حزبية من نوع القانون، قانون المالية اللي باش يقول فلوس قداش باش تأخذ الدولة من الشعب التونسي، وين باش تصرفها، ايش باش تدين من الخارج، وكيفاش باش ترجعها. ما يقعش النقاش فيه بآلية الأغلبية وبدعوى أنها مصلحة البلاد. بينما في المغرب اللي صارت انتخابات مؤخرا ما عندهمش قانون مالية، وقاعدين يطبقوا في شيء اللي موجود عند القانون تاعنا. رئيس الجمهورية يصرف كل 3 أشهر إلى أن يناقش قانون المالية بتمعن وتحت أنظار الشعب التونسي بتمامه وكماله. أنا نحب أقول رأوا أهمية النقاش اللي يقع في المجلس الوطني التأسيسي تكمن في دور الإعلام في نقله للرأي العام، لأنه هذيك هي اللي تعطي قوة ومعنى لذلك النقاش. كل شيء يصير تحت مراقبة المواطن. فالشيء اللي أنا نحب نقوله أن صارت عدة حوادث أتمنى أن لا تكرر، قاعدة تجرد في المجلس التأسيسي من دوره الحقيقي في النقاش. يمكن غدوة يفرضوا علينا دستور دون نقاش. إذا تستمر هذه العقلية، إذا تستمر هذه الثقافة الحزبية، سيفرض علينا حتى دستور بدون نقاش، ولذلك دون تهويل. احنا مازلنا في بداية الطريق. صارت عدة مرات وين وقعت مصادرة حرية التعبير للنائب في داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهذا شيء غير مقبول. هل هناك على حد تقديرك سيد أحمد نجيب الشابي اليوم، هل هناك شيء شخصي غير مرغوب فيه، ولا تنقلها بالدارجة محلها خاطر بالدارجة متعاركين أنت والرئيس المجلس التأسيسي اليوم تعتبر؟ أنا نقول لك أرجع حتى في ال10 سنين الأخرى، مش بركة العام الفايت، إلا تلقى عندي تصريح فيه إشارة من قريب أو من بعيد إلى السيد مصطفى بن جعفر أو إلى السيد منصف المرزوقي، فربما تكون عندي مسألة شخصية. أنا أخذت على نفسي، نحكي اليوم خاصة اليوم والبارح، لن تجدها لا بالتلميح ولا بالتصريح، لا من قريب ولا من بعيد، في أي وسيلة من وسائل الاتصال أي إشارة حتى بالنقد إلى هؤلاء. ما عندي حتى قضية شخصية. أنا ما دخلتش السياسة لأسباب شخصية، ولو كانت دخلت لأسباب شخصية ما كنتش نقبل التضحيات اللي متحملها إلى حد اليوم. أنا دخلت من أجل خدمة بلادي بدافع الحب، وبالتالي ما عندي حتى مشكلة لا مع رئيس المجلس ولا مع أي طرف. احنا عندنا بلادنا تونس اليوم، بلادنا تونس مريضة، تطلب منا باش نتعاونوا على معالجتها وأنها تقف على ساقيها. هذا الدور كل واحد يقوم من جهته، وما نجم نقوم به إلا باحترام بعضنا البعض، وخاصة باحترام حقوق بعضنا البعض. وأهم من هذا الكل دور المؤسسات. المجلس الوطني التأسيسي يلزم يكون فضاء للحوار السياسي، مش ياخذ 7 أيام راحة، ووقت اللي نجيو باش نتناقشوا تولي بالدقائق وبالثواني. أنا مع الدقائق والثواني، لكن بما لا يفرغ الحوار من مضمون. سيد أحمد نجيب الشابي، نحب نسألك زادة الآن، يمكن نتعداو وفهمنا شوية اللي الفكرة الأساسية، لكن اليوم إذا كان تلخص أنت الشيء اللي كنت تتمنى تواصل تقوله بعد هكا 7 دقائق هذاكم، كان باش تلخص ويفضلك في دقيقة من زمان اش تقول؟ كنت نحب نقول بأن
المواطنين في المناطق المحرومة، خلينا نسميها المناطق المحرومة الكبيرة، هي الشمال الغربي، الوسط والجنوب الغربي والجنوب الشرقي. هي المناطق اللي تعطي فينا في الخيرات الطبيعية، الفوسفات من قفصة، البترول من تطاوين، والقمح والشعير تبارك الله من الكاف وجندوبة وسليانة إلى آخره. هؤلاء الناس بسكان تلك المناطق أكثر المناطق تخلف وتأخر من حيث النمو ومن حيث التنمية وفرص العمل. يعني الانقطاع عن التعليم النسب فيه الأكثر، الناس تعيش في الأكواخ، كل الشريط الحدودي مع الجزائر الناس تعيش مع الحيوانات تحت الأكواخ اللي بالطين، شفتها بأم عيني الأسبوع الماضي. هؤلاء الناس يعانيوا ويشعروا بأنه مش لنقص الموارد، لا، لسوء التدبير. الحكومات المتعاقبة تلهات بجانب من البلاد دون الجانب الآخر، هم يشعروا بالإقصاء وأنت قلت في دقيقة باش اللخص. القضية هي قضية تنموية، ثم موارد طبيعية من الماء والزراعات والغابات ومواد باطن الأرض اللي قابلة للتحويل، والمطلوب هو الاستثمار. هم يقولوا احنا قلتها في سويسرا بدون فلوس، مطلوب الاستثمار، توجيه الاستثمار للسكن، الاستثمار للأنشطة التحويلية. فما عدة مجالات في السياحة، عدة مجالات في الزراعة، عدة مجالات في الصناعات التقليدية، في الصناعات التحويلية. هؤلاء الناس يطلبوا من الحكومة أن تنظر إليهم وترصد لهم المال، والمال موجود. راهو القول بأن خزانات البلاد التونسية فارغة مش صحيح. حكومة الباجي قايد سبسي خلات في الفلوس للحكومة هذه 700 مليار. الفلوس اللي باعت بهم تونس، تونيزي تيليكوم 2.2 مليار دولار، صرفوا منهم 600 لخلاص دين، و1600 مليون دولار موجودين في البنك المركزي الآن. الفلوس موجودة، الطاقات البشرية موجودة، الخيرات الطبيعية موجودة. المسألة هي في التدبير. حبيت نقول بأن البلاد، بأن الحكومة مطالبة باش ما تمشيش إلى التفسيرات السهلة أنه لو فما يد خفية وفما مؤامرة وفما هاني جايك أنها تمشي تسمع الناس، تشوف مطالبهم المشروع، تشوف ايش عندها من فلوس، تشوف شنو هي الأولويات. لكن الحكومة تكون عندها برنامج. لكن سيد أحمد نجيب شابي في الأثناء الحكومة تقول والسيد وزير التنمية يقول البرامج موجودة، البرامج في قجر، نستناو في الوضع الأمني، والوضع الأمني ماهوش ممتاز، ونعرفوا احنا اللي فما موجة كبيرة ياسر من الاعتصامات، ولهنا توجهت حتى أصابع الاتهام على لسان السيد رئيس الجمهورية اللي يقول أقصى اليسار وراها، ويقول أطراف وراها، ويقول أطراف من أزلام النظام البائد. كيفاش نعملوا في المعضلة هذه؟ هو الأمن ماهوش راكح باش يبداو هالمشاريع نتاع الاستثمار اللي تحكي عليهم انت. أنا معك. والمعارضة وين من هذا في الدجاجة والعظم نقولوا بأن التعطل الاقتصادي يخلق اضطراب اجتماعي، والاضطراب الاجتماعي يخلق تعطل اقتصادي، ونقعدوا في الحلقة المفرغة. مطلوب من الحكومة أن تكسر الحلقة المفرغة ببرنامج راهي مش 365 نقطة، لا، راهي 3-4 نقاط. ايش باش نعمل في الوسط الغربي، ايش باش نعمل في الشمال الغربي، ايش باش نعمل للبلاد، في 4-5 اختيارات. والفلوس هذه منين باش نجيبها؟ الشيء اللي موجود في الداخل موجود، واللي باش نقترضوا قداش وكيفاش وفانا ظروف. فبالتالي كسر هالحلقة المفرغة هو بالتنمية. أما اتهام قوى اليسار، نعرفوها قوى اليسار، اتهام شفناها في الانتخابات ضعيفة، ما فيهاش عيب، الضعف مش ضعيف، بعد تولي قوية إن شاء الله إذا كانت تخدم على روح. فبالتالي أنت جيت تتهم قوى اليسار أو بعض النقابيين أنهم وراء التوتر. يا أخي امشي إلى الأرض واسمع الناس، تلقاهم ناس عفويين ما عندهم حتى علاقة بحتى طرف سياسي. فهذا تلهية، هذا كل يخبي في عين الشمس بالغربال. احنا نقولوا ننظروا للواقع، نسمعوا إلى المواطنين، نشوفوا إمكانياتنا، نتناقشوا مع بعضنا، نتعاونوا. تونس بلاد مريضة تحب من أولادها باش يتعاونوا من أجل شفائها. احنا مستعدين، على الأقل أعطينا نتعاونوا باش نقولوا لكم كيفاش نراو وشنو اللي نقترحوا. كان عجبكم خذيتوه، ما عجبتوش أنتم أحرار، نفذوا الشيء اللي أنتم تراوه، وبعد نحكموا المواطنين. سيد أحمد نجيب الشابي، هات نقدموا شويه في حديثنا. اخترتوا المعارضه من بعد الانتخابات وما اخترتوش انكم تدخلوا يمكن في حكومه ائتلاف وطني ولا حكومه وطنيه، لكن في نفس الوقت وحده وطنيه، لكن في نفس الوقت تعتبر أن المعارضه هي يمكن قوه مساءله، قوه محاسبه. شو دور المعارضه تعتبروا اليوم؟
أولا احنا بالعكس طلبنا بحكومة وحدة وطنية، أما رفضنا باش نكونوا في حكومة محاصصة حزبية. حكومة نهضة تعطي إلى من يقبل باش يدخل معها بعض الحقائب. احنا الحقائب ما تهمناش، وإذا كان ثم نظرة وطنية وبرنامج وطني وتوجه لحكومة وطنية ترأسها شخصية وطنية مستقلة، معناها حكومة نهضة 2 ما تهمناش. حكومة وطنية على أساس برنامج عاجل يمشي لأمهات المشاكل وينهي التجاذب الحزبي ويخلينا نصيغ الدستور في عقلنا والحكومة تخدم البلاد وتستجيب لحاجاتها، هذا احنا عمرنا ولا كنا ضده. وتعتبر أنه هذا الشيء نجم يكون ممكن؟ الله أعلم. هذه الحكومة أمام خيارين، إما باش تخلي الأمر يتفاقم لا قدر الله والاستثمار الوطني ينحبس والاستثمار الأجنبي يمكن ينحبس يمكن ينسحب، وتخلي السياحة ممكن السنة هو سي أحمد جبالي قال راهو عام ما هوش باهي وإلى آخره، وبالتالي البطالة باش تزيد والقدرة الشرائية باش تنهار، أو باش تقع مراجعة للتوجه الحزبي وتوجه المحاصصات السياسية اللي ما يخلص. الكرة في يد الحكومة. المعارضة كل ما ينفع تونس مستعدة باش تتحاور فيه، لكن الأمر في يد الحكومة ونتركه حتى لين وصلت الفكرة سيد أحمد نجيب الشابي. لكن إذا كان المعارضة زاد اليوم كقوة اقتراح، ما هي على حد تقديرك ال5 نقاط اللي تنجم تكون 5 نقاط عاجلة كاقتراح، على خاطر لا مبرشة على المعارضة أنها تحط العصا في العجلة. اليوم سيد إياد دهماني يقول وين العجلة باش احنا نحطوا فيها العصا. الكومنتير هذا قريته عليه اليوم في الفيسبوك. اليوم هات نشوفوا إذا كان المعارضة ما تحطش العصا في العجلة اش تقترح مثلا؟ والله المعارضة عندها اقتراحات، واحنا في الحزب عندنا حوالي 4-5 اقتراحات عاجلة لحل الأزمة الحالية. لا، لأنها مازالت في النقاش الداخلي، لكن نجم نعطيك المؤشرات نتاعها. أنه احنا نعتبر أن القضية هي قضية تنمية، وأنه لابد من إجراءات قوية يشعر فيها المواطن أن فما تغيير تم. ماذا تسمي أنه إجراء قوي مثلا؟ مثلا سيد رئيس الحكومة يقول هيا خلي الأمر يهدى، عندنا 26,000 موطن عمل في القجر، مشاريع حاضرة البنوك موافقة عليها. المشاريع هذه من عام 2009 و2010 نجم تلقاها في ميزانية الدولة نتاع 2009 و2010. لو كان جات هذه تحل المشاكل راهي الثورة ما صارتش. ما يعنيش أنه هاك المشاريع هذيك خايبة في حد ذاتها، إنما الثورة صارت باش تطلع قضايا أصلية. أولا معالجة الشعور بالإقصاء، يلزم المواطن في الجنوب الغربي أو في الشمال الغربي أو في الجنوب الشرقي فما إجراءات قوية مثلا ان تريتمون دو شوك موجود. قلت لك فما مقترحات عندنا موجودة نناقشوا فيها الآن قبل الخروج عليه. والله ما نجمش نقول لك، ولكن نأكد لك بأنها موجودة، لأنه المسألة هل يقول لك فلسفتها راهي تنموية. يلزم هالمناطق هذه تشعر بأن عصر الإقصاء انتهى، بأن الدولة رصدت الإمكانيات الكافية لها، مش لها لكل واحدة منها، لكل جهة من هذه الجهات تشعر بأن الأموال رصدت والآليات رصدت. ومن جملة الآليات أن المواطنين في تلك المناطق عن طريق المجالس الجهوية يأخذوا أمرهم بيده. لكن فما أشياء أكثر استعجال ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تهم السكن، تهم العمل، تهم التنمية، يعني إحداث مواطن الشغل عن طريق الاستثمار، عن طريق استغلال الموارد الطبيعية اللي موجودة في كل منطقة من المناطق. هذا موجود. مقترحات النقاش وقتاش يتم الإعلان عليه؟ والديزانكلافمون والله في أجال قريبة تتصور؟ ضروري. على لسان البي دي بي ولا على لسان كتلة؟ لا احنا اولا من اللي اعلنا على الانصهار الثلاثه البي دي بي يقترح، ولكن الاخوان زاد عندهم مقترحات نتناقشوا مع بعضنا ونقرروا مع بعضنا. على ذكر الزواج هذايا مع افاق واحزاب اخرى، اليوم تعتبر انه هل كيفاش تقدمها انت ساعه هالزيجه هذيا، وفي نفس الوقت هل تعتبر انها مستعده لانها تتوسع في ظل ما يدور من حديث أن الباجي قايد السبسي مثلا سيقدم بيان وقد يستدعي فيه الجميع إلى ائتلاف وسطي وإلا يساري وسطي تقدمي؟ شو رأيك؟ ممكن العملية مش ممكن؟ شو رأيك؟ منذ البدء أعلنت هذه الأحزاب الثلاثة بأن العملية مفتوحة لكل القوى الوسطية، وأول لجنة أسستها هي لجنة التوسعة،
وهي لجنة الآن تتصل بالشخصيات، وسيعلن عن عدد جديد من الشخصيات التحقوا بهذا الحزب، وتتصل بالأحزاب وخاصة منها حزبين، حركة التجديد وحزب العمل التونسي. هذا أقرب أطراف، ولكن مش مقتصرة مطلقة على هذه الأطراف. ثم عدة مجموعات وأحزاب صغيرة، يعني حديثة، نحب نقول صغيرة لأنها حديثة، احنا على اتصال بها. سؤالك الثاني؟ سؤالي الثاني، قل اللي يبدو أنه في الكواليس بيان للباجي قائد السبسي قد يستدعي فيه إلى الانفتاح. سي الباجي شخصية مرموقة، وقادة سفينة البلاد إلى شاطئ السلامة، وأشرف على أول انتخابات حرة ونزيهة. أي مبادرة يطلقها سي الباجي سنتفاعل معها بإيجابية. ليس لنا معلومات على مضمونها ولا على أفقها. سننتظر هذه المبادرة، ولا يمكن أن نتفاعل معها إلا بإيجابية لسببين: ثقتنا في سي الباجي، وفي نفس الوقت أننا معنيين بكل ما يعني العائلة الوسطية. أنا يصعب علي أني يمكن نعرف أنه السيد نائب الشعب عضو المجلس الوطني التأسيسي على حزب الديمقراطي التقدمي سيد أحمد نجيب الشابي ماهوش على علم بيمكن الفحوى. أنا متأكد أنه فما علم معين بالفحوى، لكن يمكن تقول أنت مازال بكري أنه العبد يتحدث. لا، من أخطائي أني ما نكذبش. ما قلتش تكذب أنا. لا، وقل الحقيقة. أنا نسألك ونسأل أي إعلامي، لأنه معنا السياسيين والإعلاميين هم على اتصال، إلى واحد يعرف مضمون هذه المبادرة. كل واحد ينسب له شيء. أما سي الباجي لم يصرح لا في الدائرة الخاصة متاعه إلى حد الآن ولا بشكل عمومي عن مضمون هذه المبادرة. سي الباجي قاعد يستقبل في الناس، قاعد يستمع إلى الناس، ويعرب عن استعداد ما لإطلاق مبادرة ما، لكن ملامحها ومضمونها صدقا ما نعرفهاش. شكرا لك أستاذ أحمد نجيب الشابي. باش نمشيو مع فاصل. تقعد معي اليوم في ظل الشيء هذايا اللي عايشينه، وظل التهديد ساعات زاد كذلك الإيديولوجي للحريات، هل تعتبر أنه احنا أمام يمكن خطر على الحريات الشخصية في تونس، وإلا لا، وإلا فما تهويل؟ لا، نعيش خطر حقيقي ماناش نهولوا فيه ولا نفتعلوا به فيه، ولنا في حاجة إليه. يا أخي، اللي صار في كلية سوسة ريناهم على الفيسبوك، ناس وجوهها مدمية. الشيء اللي يقع في منوبة، الشيء اللي يقع على سي حماد رديسي وسي زياد كريشان، شفناه على الفيسبوك، شيء يقشعر له البدن. هالأعمال هذه العنيفة اللي تستهدف الإعلاميين، هل ترى هذه أحداث مفتعلة؟ لا، مش مفتعلة. هل ترى هذه الأطراف المعارضة للحكومة هي اللي تقوم بها؟ بل بالعكس، هي ضحيتها. فأنا أقول أن الحكومة عليها أن تحسم أمرها. صحيح بأن قوات الأمن، نحب نقول أن الحل اليوم ليس بالعودة إلى العصا أبدا، لأننا في حالة ثورية، وقوات الأمن خرجت من هذه المجابهة وهي بإمكانيات محدودة. إنما التغاضي على بعض المظاهر والمعاملة بمكيالين من شأنه أن يدخل البلاد في مواجهات لا تحمد عقباها. الحريات بالفعل مهددة، الحريات الإعلامية، الحريات الفردية، حرية التفكير وحرية التعبير مهددة. أنا أحب أقول لك الأحزاب الوسطية اليوم بالذات تجري مشاورات للقيام بمبادرة شعبية احتجاجية على ما قاعد يقع، لأن السكوت والتغاضي مش معقول، ولا بد أن الحكومة تحسم أمرها وتتخذ إجراءات عملية لحماية الحرية. شكرا لكم. من خلالك أنت سيد أحمد.